السلام عليكم مشاهدينا الكرام. علمت مصادر جامعية رسمية أن اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت عدم معاقبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعدم مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت في الجزائر. وحسب المصادر نفسها فإن لجنة التأديب في الكاف قررت عدم تسليط أي عقوبة مادية أو معنوية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نظرا لعدم مسؤوليتها في عدم المشاركة في شأن الجزائر. ومن جهة أخرى قررت اللجنة التأديبية التابعة للكاف توجيه تنبيه إلى الاتحاد الجزائري لعدم إقحام السياسة في مجال كرة القدم بعد التصريحات المعادية للوحدة الترابية التي أدلى بها حفيد نيلسون مانديلا في حفل افتتاح الشان. وطالبت اللجنة ذاتها بتوجيه رسالة تذكيرية في هذا الشأن إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وباقي الاتحادات الإفريقية، وإلا فسيجري عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الاتحاد